ويدي ما بين العرس السرور. يدين بالأمر السرور، يدين بالأمر السرور. عيمك يا ولا وجع ما تعبنا ويا ما سرت بلوش. كيف الكلمة؟ واليوم يا قايد ولد مهدي جنو داخل عمرنا. الله أكبر. ما عاد كفينا. كم بيت فينا معه. واليوم يا قايد ولد مهدي تعبنا ما عواد يكفينا المعاش. الناحية هذه يدي ما هي نفس الناحية هذه. لا تسجلوا تفضحونا، انا هذه اقول لكم خلونا سكتة ولا قد سواء نسجل. بارك الله في عرسكم ودايما في العمر السلام يا عبد الرحمن. بارك الله في عرسكم ودايما في العمر السلام. أقسم بربي يا فرحنا من فرحكم دايم على مر العصر. أقسم بربي يا فرحنا من فرحكم دايم على والله ما تهون. كلمات الزامل للشاعر قومان سعد المذهب يقول فيها: يا عبد الرحمن بارك الله في عرسكم ويدين في العمر السرور. سرور. أقسم بربي يا فرحنا من فرحكم دايم على مر العصور. الله سلامات هان عين الراس. أبقاه سلم. هياعت كمان نمره وخلت الشجع ذليل. هذا حقك، هذا حق أبوك. مسكين من هو أحسب الدنيا وضمره وعاش في بقعة بخيل. وعاش في بقعة بخيل ولا عاش بالدنيا بخيل ولا وعاش في عمره بخيل. يا سعد لله الباقى والدار داره ما العبد عده للرحيل. أخي الجل أي فنان في جوابات ما يا وارباح الامان ان عرفت لي قراره وكاله وان عمره طويل. كلمات الزامل الاول في عرس علي صالح مطغوقان للشاعر سعد محمد المذهب حفظه الله. يقول فيه والزامل كان موجه لي، يقول فيه: قال دنيا غروره ضيعت كم من ماله وخلت الشاجع ذليل. مسكين من ذي يحسب الدنيا اضماره وعاش في عمره بخيل. وهذا هو قصد فيها حاجه ضربه النص الثمن، لانه ذاك اليوم الحاجه حال يعني نحن طمعنا وما ادري. جواب محمد جلعي قال في الجواب حقه، قال: يا سعد لله البقاء والدار داره ما العبد عده للرحيل. ما يربح الا من عرف تالي قراره وكان الوفاء بالمكين. انا جواب الاثنين. قلت: حياه في اشبال الصحاري والقفاره شفيت والقلب العليل. مغرور من قد ضاع في دنيا الخساره وحاسب عمره طويل. زامل المعهد. وزامل المعهد هذا بعد ما تزوجت كنت ماقر، كانت خيالي نشم المرض يجي مع الريح. والمعهد في بوسان. والمعهد في بوسان
دي ندرس معهد وعظ وإرشاد تحفيظ القرآن بعد ما ختمنا، بعد ختم المصحف القرآن الكريم يدرسوا في هذا المعهد. بعد الشهادة الثانوية العامة فدرسنا هناك دورة وعظ وإرشاد. أنا وولد خالي بعدها كنت أسير وجيه وهكذا، والنخس دي تكلفت على النفيسة دريته. قمنا عدينا، أنا في البلاد جاء خالي في العرس وصلت يقول ها يا أنس لا تغيب، ها يا أنس كن لا تغيب شيء من المعهد وتجعل أيامك سواء. لا قد ضويت البيت بي حلالك المرغد وضعت في بحر الهواء. أنا لا قد وصلت شميتها النخس، تخيلك من اختبر ولا فلا اختبر، من درس ولا فلا درس. كيف نحيته؟ يا أنس لا تغيب شيء من المعهد وتجعل أيامك سوا. وينه يا أنس كل تغيب شيء من المعهد وتجعل أيامك سوا. لقد ضويت البيت ذي يحلالك المرغد وضعت في بحر الهواء. الجواب جوب محمد ايش؟ قال انا اشهد انك، قال يا مرحبا يا ابو علي ما يدك من المرعد. اديتها الزامل سوا. وانا اشهد انك فاهم ايش السر والمقصد والقلب عاطش مرتوى. وانت جاوبته؟ وانا جاوبت. كيف قلت؟ صلوات الله على رسول الله. انا جاوبت لما ضربتها فال على نفسي، قلت والقلب مجروح اكتوى. عن ضربتها دارت فال جرح من صدق الولي. اقدر اقول لك عين انت بخير اشترحت حتى على المتكام ما بلدت الكلمه حجر لك عاف. يا مرحبا يا ابو علي ما يتكمل مرعد اديته الزمن سوا. زمنوا بينه وانا اشهد انك عارف ايش السر والمقصد والقلب عاطش مرتوى. مش وقت العمل نصير نفتهن. صور ولد عمي قوي عليها الحريم. هو وصلنا لهناك قلت رغم انني مشغول فرغت انشغالي حبا في الجلسه معك. رغم انني مشغول فرغت انشغالي حبا في الجلسه معك وانت رفيق الدرب من يوم كان خالي واحنا رفاقك واخوتك. الله اكبر الله اكبر. يجي يقول لك زعما علينا هو عندنا رمش النظر. الله كوما شاو نزلت قدام اظن شهرين وثلاثه دوره للجبو بعدها شعر ثانويه الشوم الدر بزي ما ثانيه. سلام من ذي كان خاله سيرك واحنا على نفس النسق نمشي قفاه. يا عارني لك الشخص هم تعالوا نعرف طبخنا كذا نعرف لا يلا سمعت انا تمام. قلنا سلام من ذي كان خاله سيرك واحنا على نفس النسق نمشي قفاه. قال المضحب صاحبي من صاحبه وبالعمل مثقال ذره دايره الزامن له مقاصد. سب قضيه مصيري ولا قال يا مرحبا كومان واخوالي معك. مرحب على راسي معلي مستواه انا ذي يبذل واجبي في واجبك والله ذي عالم بما قلبي نواه. قلنا قال المضحب هكذا الدنيا غروره ما حد من مكر الاله. انا وغيري وانت لا جات الظهيره كل يوم بيفقد غداه. قال يا صاح مكر الله بارك في مثوره لا يأمنه الا الطغاه. الله اكبر. دنيا ذي تحول حلاها لا مروره وجرح ما يلقى جوه. نشتي نسجل هذا الزمن. قال يا مرحبا خومان ما الشمس روست. يا مرحبا خومان ما الشمس روست ودنت فيها على رؤوس الحيوط. الوقت ضيق والمشاكل حلقت قد ضايقوا من وضعنا ذي في اللحوم. بعد الميتين يشتوا خروج. هو الزامن على الغايبه. واحنا ادينا على الشروق. ولا حياك ربي عد ما الشمس اشرقت والصبح يتنفس على انسام الورود. كم يا مفاتح يفتحين ما تقلقت والله معنا لا خشعنا في السجود. بعدها قام قدام المغرب قال الحقوا نسمر في اصفرة. وصلنا هناك ما ادري ايش المقصود في البيت.
لا ايوه أو يوم جيت أنت أبو عبد قام استعجل الدجامر رسله لي في التلفون حق هذا علي قال يا مرحبا اول قل لي صغير اتجاهك اعطيك مفتاح القليل لا تفتح الباب انتبه كل انتباه الزر بسدي بالطريق والما يكتب الله كل خير. يا صاعد الزامدي ذكر مكر الله ما حد من مكر قلنا قال مرحبا هكذا الدنيا غروره ما حد من مكر ايه حقك هذا الغيري وانت لا جات الظهيره كل ليل ما يفقد غيره ما ضربها كذا دنيا غرورة ما حد من مكر الإله. شوقي ابو نجم اسمعه يعجبها زوام ذهن على الله. قال المذهب هذه الدنيا غرورة ما حد أمن مكر الإله. أنا وغيري إذا جت الظاهرة فالعين بايف قد غدوا. نعم الجوع هذا ما يصبر الإنسان. شوف جوله لا يأمنها الا الطغاة. أوه الله أكبر. نعم دنيا اللي تحول حالها على مروده ويجي الحماية القادوة. يا صاح مكر الله أهبرك في مثوره ما يأمنه إلا الطغاة. يعني يقولوا ما حد يأمن مكر الله. أيوه يا صاح مكر الله أهبرك في مثوره ما يأمنه إلا الطغاة. دنيا اللي تحول حالها على مروده دنيا تحول ويجي الحماية القادوة. دنيا ذا يتحول حالها لمرورة وجرح ما يلقى دواء. يا كسروا ناموسه وش خالد هذا ولا بعض الأصحاب لا يسمن ولا يغني لا لقينا جبا يجتاح مسؤوله. مرحبا شيخنا منا ومني يا بسر في فعله وفي قوله. هذا الجواب مني انا والله. كلمات الحق ماشي غيرها تغني والله اكبر ولا حل سواه والله. هذا الزامل قال في علي ابو يابس قال يا بلاد التويتي عاد حاكوني كيف قد هي علاقتكم مع الدوله. بعض الاصحاب لا يسمن ولا يغني لا لقيناه شباه يشتاح مسؤوله. ما حد يجاوب. انا عرضت لي هكذا جاوبت ان انا من عنز وانا من بلاد عنز من ابو يابس منه. قلت مرحبا شيخنا منه وهو مني يابس الراس في فعله وفي قوله. كلمة الحق ماشي غيرها تغني الله اكبر ولا حلا سوى حلا. وكلمة الزاملة عندما قال بعض الاصحاب لا يسمن ولا يغني ما جاوبت انا عليها لانه ذيعني لها الخبره وانا وش لي. انا جاوبت لي على حرف هذا ولا ما قديش يجاوبها. الجواب على تي كلمة عندما قال بعض الأصحاب لا يسمن ولا يغنيه تشتي لها جواب إنه يقول أنت عارفني يعني إن أنا رافع الراس هكذا ما أميل لا يسرى ولا يمنع. مع الجواب عليها الذي هو ملقوص ما يرقي إلا الملقوص. الشوامخ رحبت وصلك يا حليف يا الوفا قادم ومن توالي. على هذا النحو قد وضعنا يا
كل شيء في سبيلك يرخص الغالي. هذا التويتي وصل علي ابو قدامه وقال له هكذا، قال البلاد والشوامخ رحبت وصلك يا حليف الوفا قادم ومن تالي، قد وضعنا رصيد الدم من اجلك كل شيء في سبيلك. الجواب من بزيك يا سمي جدك يا مطوع بقومك حزب دجالي، يدحمت والاخيره طورت لارضك واثمرت واصبحت ضيق بها سالي. عشت يا من كتب لو عمل عشت يا من كتب بالدم تاريخك، من وفاك صار صيتك مرتفع عالي. لو عمل كل مسؤول باليمن مثلك كان محتاج لا مدفع ولا آلي. طيب هسه عنده عندنا ها؟ صلوات الله على رسوله. كمان حسه عند كلمة الله أكبر ولا حلا سوى حله. ما له بيجي واحد ثاني. أوه بيسيق عليها يمكن. محمد قوقان رحمه الله في هذا اليوم في كل يوم في مناسبة أتى حسن علي الفاطمي وصلدي يقول يا صرم طرفة عنس لا تستامنوا بيت القبس والحق مثل الشمس من فوق الرئاسة. من هذا؟ حسن علي فاطمي وجه الزامن خطير. حسن علي ضرب بها 4 جهات. قال يا صرم طرفة عنس لا تستامنوا بيت القبس والحق مثل الشمس من فوق الرئاسة. النذل يتفرس وانا صابر على مفعول امس، والجيد يتفردس وراسي يشق راسه. وهو ضرب بينها هذه كنيه والاعماد والاخ بينها بني غوغان. قصان بني غوغان مراوغين الارض يقول هكذا. وقد ادى زامل من تشاف يعني ان بني غوغان مايلين صلاه تويتي وما بك من هذا الخبر. رجع خالي عبد الله ادى هذا الزامل للتويتي، لان تويتي ادى زامل بنفس الحرف على هذا لخالي عبد الله، لعبد الله احمد غوغان. قال عبد الله احمد غوغان قال هذه تحياتي لمرداس الليالي والغلط من كان خاين حط له مكواب راسه. يا كمبيوتر يا مقاس الجو اذا قد فيه طقس عالج امور الناس باسلوب السياسه. جوب علي ناصر الرعيني نيابه عن تويتي قال فيه احنا على مبدا موحد من خرج منها الدعس، مبدا الهي رافض اصحاب الدناسه. وانا معك يا زربه الحد منتظر دق الجرس وخصمنا ما قد يكلف الحماسه. الله هذا تحيات لمرداس الليالي والغلاس من كان خاين حط له مكواب راسه. يا كمبيوتر يا مقاس الجو إذا وقد في طقس علاج أمور الناس بأسلوب السياسة. قال في زامن له حسن علي فاطمي وصل ذي يقول يا صرم يا حد عنس أسعد جبالك مننا عوده وندله للبلد والصرم وأهله من زيادة. كنا عصا في اليد نتهاتف على وادي وحد واليوم كلنا قد تخلى من بلاده. جواب عبد الله أحمد غوغان يقول حيا بني مرفد تحية عاطره من ذي شرد ذي لحد له رد والقيت ورداده. لا يد من اعتد ما عشي أسد وسط البلد لا قيد ولا مرود ولا بالحصن قاده. زعم لا أن تصلحوا مشايخ ولا قيد عندكم ولا مراود ولا تصلحوا بني آدم ولا بينكم رجل راشد. رجع حسن علي فاطمة ادى زامل بعد هذا الخبر قدو موجوع. قال يا صرمشي عودة لمنعكم الأشعاد الخبر الجور. يا صرمشي عودة قد الوادي لكم مدي يده والبوم مرتده مستشفى العيادة. هذا الحار زعم لو تاخذ الجودة تسلم كل من في مرقده وذي شرد وحده. زعم عبد الله أحمد غوغان يسنب بانفراده أو بني غوغان. جواب أبي عليه ناصر صالح غوغان يقول فيه قد كل من وحده وما داخل فؤاده جمده يدفع على فرده إذا ماشي قعاده. لا ما فيش قعاده بزب البطانية لا مات. قد كل من وحده وما داخل فؤاده جمده يدفع على فرده إذا ماشي قعاده. أرخيت والشده وعادك ماسكي للجي ودا ما حد كسر زنده ويرضى في بلاده إلا أنت. وفي المناسبة كانت زواجة بنت المظهر بنت عمرو الخبير لا بل فاطمة. وصل خالي عبد الله يقول في زامل قال سلام منا هب
يا ميثاق صبيان العرب من نهضة تركبوا له نحوه زويبة. يا صبة المحبب عساكم تجبروا كسر الصحاب فرع السبب هي تعرفها حجرة وضربة. وزامل ذي وحافظها الخبير ذي قالت بني قوقان يا عنس البصاير بالثبان. قوله بس ما نشداري ايش القصة. القصة على ما لنا يا بني قوقان ذي في حديده. قالت بني قوقان يا عنس البصاير بالثبان لا توسع الميدان هبوا يا وجوه القبيلة. قبيلة قد شوكة الميزان مالت فوقنا طول الزمان لو نكفت خودان شرع الرمح يطعن بوله. الله أكبر. زمل فيه. أيضا كذلك أذكر من زوام الخالي عبد الله يرحمه. جدا عندكم يوم ما هو بيوم الدو عندنا يوم طلعوا أبي وعمامي. هذا الدابر الحدا ما لنا عن بينه. لأنه أبي وعمامي كانوا ساكنين في الهرمة نقل سيدهم من كوما من قرية من الأصل نقل الهرمة. وخلف هناك أجدادي. حصلت مشكلة قتل جدي قتل عامر الشعيثي وبعدين قاصصوا به في المحكمة. لكن سرحوا جددوا المخوة في كوما. في زامل الذهبي الشطر الأول وخالي كملها. قال فيه في بداية الزامل يا سلام يسرد ما يتكمل مرعد ما تحمل الكند يا لحمة الساعد. ساعد. قال لي قد وفد للكومنة جدد نسأل الله يجمع شورنا واحد. هذا الزامل الخالي عبد الله والزامل الثاني نبي قال يا سلامي من الحيد والوادي والوقيره والعش ورداده يا رجال الوفا لا بد البادي المضحى بعرف ساحة أجداده. الله أكبر. وهذا زامل أبو الأسد أبو صدام النجم كان معهم قضية يقولوا إنها قضية بالدولة لأبو الأستاذ فقال باحنا لي حنه توطي كل شامخ تطحنه من ذي بدت منه وجع ما كان ظني لا زاد رضي عني ولا عنه إذا أنا بس أنا أحمد وجنه خير لي من 1000 جن. رحمه الله وشفاه وعافاه. بحنا كل شامخ تطحنه من ذي بدت منه وجع ما كان ظني لا زاد رضي عني ولا عنه إذا أنا بصانه أحمد وجنه خير لي من 1000 جني. حيا يعني خلوها